اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنعمل مراجعه سريعه للمنتج الجديد ده. يلا بينا. دلوقتي هنعمل انبوكسنج لسماعه ليبرتي 4 من انكر اللي بتيجي بضمان 18 شهر، ودي تعتبر اول سماعه بتقيس نبضات القلب وبتساعدك في التمارين الرياضيه. بتيجي كمان بخاصيه الهير اي دي اللي موجود على الابلكيشن، وبتقعد معاك لحد 28 ساعه في الاستخدام. وكمان الساوند بتاعها مدعم هاي ريز ساوند، وكمان بتيجي ب6 مايك، والعزل فيها عزل خرافي بيجي ب3 اوضاع. وكمان العلبه بتاعتها الشكل بتاعها ممتاز جدا، وبيجي معاها تبات فري، وكمان فيها لمبه خارجيه بتظهر حاله الشحن بتاعتها، وبتشحن بشاحن تايب سي او وايرلس. وكمان العزل بتاع الاي ان سي ممتاز جدا. التحكم فيها بيكون من خلال اللمس، تقدر تظبطه من خلال الابلكيشن على الوضع اللي انت بترتاح فيه اكتر. الى جانب ان فيها خاصيه السراوندد مود، يعني بتخليك تحس ان الاصوات بتتحرك حواليك، او لو عملت اي ايماء يمين او شمال بدماغك بتقدر تحس ان الصوت بيتحرك معاك، وبتدعم جهازين. ده باختصار مميزات السماعه. السماعه بتيجي بسعر 6000 جنيه، اي بما يعادل 120 دولار. هي ممكن سعرها يكون مغالي فيه شويه، لكن بصراحه لما جربت السماعه دي بالنسبه لي انا المستوى الشخصي افضل من الايربودز الابل. يعني انت لو مستخدم اندرويد او ابل فانصحك باستخدام السماعه دي، مش هتندم. اول حاجه خاصيه هاي ريز، 6 مايك، السعر بتاعها الى حد ما مقبول مقارنه بسماعات الابل في العزل بتاعها بيجي ب3 مود. وطبعا لو عايز تستفيد من خصائص السماعه كامله لازم تستخدم الابلكيشن. التحكم فيها باللمس، اقدر اغير الزراير بتاعت التحكم، يعني اقدر الضغطه واحده تبقى رد، اخليها مثلا تكنسل المكالمه، كل ده موجود معايا. الى جانب ان سماعه مش اوفر هيد، مش سماعه راس، سماعه صغيره تي دبليو اس، ويكون فيها السراوند مود. انا شايف دي حاجه ممتازه جدا بالنسبه للسعر بتاعها، مقبوله، اقدر ادفع فيها 6000 جنيه وانا مطمن. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير.